في ظل المساحات اللي سايبها دفاع النادي الاهلي في ظهره. تقدم المره دي من وليد، استلام وتقدم من لاعبي النادي الاهلي على حدود منطقه ال 18. ودي تسديده حلوه وجول جول جول جول. مش مفيش احسن من كده، مفيش احسن من كده. وليد سليمان بيفتتح التسجيل. وليد سليمان بيفتتح التسجيل بمهارة فنية عالية. مش بقول لحضراتكم مهارات ونجوم ولآلئ وجواهر في تشكيلة النادي الأهلي. وادي اللقطة الأولى، اللقطة المضيئة اللي بتسعد جماهير النادي الأهلي في الدقيقة 11 من عمر وزمن اللقاء. بص شوف وليد سليمان بيعمل ايه، بص شوف وليد سليمان بيعمل ايه. الكورة على طول واحدة والتانية مخطوفة خطف، مخطوفة خطف ورايحة في أقصى الزاوية اليسرى لإبراهيم عبد الجواد. لا تصد ولا ترد علشان تهتز. تتنفذ الركنية قصيرة. أسامة بيعكس واحدة على القائم الثاني، وادي كرة في منتهى الخطورة وجول. كرة في منتهى الخطورة وجول محمد كوفي. محمد كوفي في لقطة فريدة جدا جدا وغريبة جدا جدا من دفاع النادي الأهلي، وضربة راسية عاجية، ضربة راسية عاجية ما يقدرش يتصدى ليها شريف إكرامي. ويعود محمد كوفي من بعيد بفريق بتروجيت بهدف التعادل في الدقيقة 32 علشان تصبح النتيجة التعادل الإيجابي 1-1. ادي الركله الركنيه الاولى. اسامه محمد بيعكس كوره ما كانش فيها لا رايه ولا صفاره، ما رفعش فيها اشرف متولي. وادي الراسيه على بعد 5 متر ونص، عايز يطلعها بايده الشمال شريف اكرامي، ولكن قوه الكوره وقوه الضربه الراسيه اللي حاططها بقوه كبيره جدا جدا محمد كوفي بتاخد ايد شريف اكرامي وتسكن الكوره شباك مرمى النادي الاهلي علشان تتعدل النتيجه ويعود الهدوء للكابتن طه بصري وتصبح النتيجه 1-1. تتنفذ الركنيه وادي راسيه وفين في ايه؟ في هدف لمصلحه النادي الاهلي. هدف لمصلحه النادي الاهلي في ايه؟ في اقل من دقيقه حسام غالي بيحط هدف في توقيت غالي جدا جدا، رغم محاولة مدافع بتروجيت ان هو يطلعها قبل ما تتجاوز خط المرمى، ولكن الضربة الراسية بتتجاوز بكامل هيئتها واستدارتها خط المرمى علشان يتقدم النادي الاهلي بعد اقل من دقيقة واحدة ويصبح النتيجة 2-1. بص شوف الضربة الراسية وادي المتابعة من اسلام الشاطر، ولكن كانت تجاوزت الكرة خط المرمى علشان يتقدم النادي الاهلي من جديد وتصبح النتيجة 2 النادي الاهلي 1 بتروجيت. هدفين، كرة معدي بيها اسامة، ودي تسديدة في منتهى الخطورة وجول. تسديدة في منتهى الخطورة وخطأ من شريف اكرامي وسمنة. المرة دي يستغل الكرة اللي وقعت وساحت من ايد شريف اكرامي ويستغلها محمود سمنة ويدرك ويلدغ فريق بتروجيت النادي الاهلي بهدف ثاني وتصبح النتيجة 2-2. الخطأ وارد والاهداف يا اما بتيجي بمهارة يا اما بتيجي نتيجة اخطاء. خطأين، خطأ اول من دفاع النادي الاهلي يستغل كوفي، وخطأ ثاني من شريف اكرامي في لقطة ايضا من ركنية استغلها اسامة محمد وسدد بالقدم اليسرى تسديدة ولكن بتعدي وترتد